السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعين الأوفياء. ازيكم؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بصحة جيدة وانتم بتشاهدوا الفيديو ده. حلقة جديدة من مسلسلكم لا تبكي اسطنبول، الحلقة السادسة، الإعلان الثاني. مشاعر كوبات تجاه شهرزاد أصبحت صريحة، ويعترف لشهرزاد أنه يريدها وذهب ليرجعها بعد أخذ الإذن من السيد الكبير ويأخذها على بيت آخر. على الرغم من أنهما لم يجتمعا بعد، قال للسيد الكبير: أنا وشهرزاد أصبحنا زوجا وزوجة بكل معنى الكلمة حتى لا يتم الطلاق. واضح أنه أصبح لا يستطيع أن يبعد عنها ويحبها بجنون. شيرين شكلها قررت أن تسمم شهرزاد حتى تتخلص منها. فرحات عرف أن شهرزاد اجتمعت مع كوبات ويسألها: هل أصبحت زوجة حقا لهذا الرجل وأنا لا أفرط بلمس خصلة من شعرك كل هذه السنين؟ طب ما طبيعي، لأن زوجها حقها. فرحات ده غريب خالص، لازم يخرج من الاثنين المتزوجين ويقنع أنه خسر شهرزاد. وبالنهاية المواجهة الكبرى بين كوبات وفرحات، يرفعون الأسلحة على بعض وشهرزاد في النص بينهما. يبدأ ظهور الشخصية الجديدة رويا، وبتكون لها علاقة بإسفنديار، بتتعرف على فرحات وشكل شخصيتها شريرة، وراح تخدعه إنه يستطيع استعادة شهرزاد حتى يسمع كلامهم. لو هون حبيبي بنكون وصلنا نهاية الحلقة. أتمنى يا رب تكون نالت إعجابكم. فضلا وليس أمرا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد أول بأول إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه، دمتم سالمين.